شباب كيف حدا منكن معه رقم فادي صقر؟ في عندي معتقل بدي طلعه. في عندي واحد مجرم ارهابي فادي صقر للسياحة والسفر. فتح لك شركة ولا فادي؟ شغال وشغال هيك يا بصير تفتح لي الفندق، فتح لك مكاتب. عندك مجرم، عندك ارهابي، انا بطلعه. قديش ما تاخذ؟ لا والله مشان السلم الاهلي. شو الشعور اللي بيو ميت تحت التعذيب؟ شو الشعور اللي اخيه شهيد؟ شو الشعور اللي ناضل وكافح 13 سنة ويشوف فادي صقر بتمشى بالشام؟ شو الشعور اللي مغتصبين واحدة من عرضه؟ شو شعوره؟ شو شعور الناس وهي عم بتشوف امثال فادي صقر من مجرمين وارهابيين وقتله بتمشوا بسوريا وبضحكوا وبنبسطوا بروحوا على ضياعهم؟ شو الشعور اللي كان يتوقف على الحواجز وينداس عليه؟ شو الشعور اللي كان يحلم انه يتحرر بلده ويصير في عدل وكل مجرم ياخذ جزاته؟ هل حلمنا بحرية صرخنا من اجل الحرية؟ بالنهاية اجانا فادي صقر للسياحة والسفر. فادي صقر ما اكتفى انه مجرم وارهابي، لا، بل استفزنا وراح على التضامن مطرح ما كان يقتل الناس، وزار التضامن وطلعوا بمظاهرة ولا حدا هون. يا رب يا رب ما في حدا نشكي له غيرك يا رب. بالفعل الشكوى لغير الله مذلة. يا رب انت اعلم بحال السوريين يا الله، بتعلم شو قدموا وشو انجرحوا وشو توجعوا وشو تألموا وقديش القهر اللي بقلوب السوريين يا رب من وراء المجرمين الارهابيين اللي ما زالوا تمشوا. يا رب ارضى على الاكثريه. يا رب تحس بس للاقليات مش الاكثريه. ما احنا عايشين ببلد يعني حسوا فينا احنا بني ادمين جد يعني ليش الاقليات مدللين؟ طب احنا عايشين عاوزين نعيش يا باشا. في الله موجود والله، ربنا موجود والله. السلام عليكم. 100 السلامة. فادي صقر يا ريت واقفة فادي صقر. بقول لكم انه في مئات الاف فادي صقر.